السلام عليكم متابعينا الكرام. لتكون أول ما يتوصل بجديد مباريات وأخبار المنتخب المغربي في كأس أفريقيا، اضغط على زر جرس التنبيهات ولايك للفيديو كما ترون في الصورة. المنتخب المغربي يفوز على تنزانيا في أولى مبارياته في كأس أفريقيا، وهذه تفاصيل وموعد المباراة القادمة للمغرب ضد الكونغو الديمقراطية. شاهد التفاصيل. في يوم حافل بالعطاء والروح القتالية، نجح المنتخب المغربي في تحقيق انتصار ساحق على تنزانيا في إطار منافسة كأس أفريقيا، وكان أداء أسود الأطلس لافت ومبهر حيث تألقوا في كل مكونات اللعبة وأظهروا قوتهم الجماعية. بدأت المباراة بحماس هائل من قبل الفريقين، لكن سرعان ما أظهر المغرب براعته وفعاليته في التحكم بالكرة وإنشاء فرص رائعة. استطاع الهجوم المتنوع للمنتخب المغربي كسر الدفاع التنزاني المنظم، وأثبتوا من خلاله تفوقهم الواضح. وصل أسود الأطلس تألقهم في الشوط الثاني بفضل تناغمهم الرائع وتحركاتهم الذكية في أرض الملعب. لم يكن هناك أي هوادة في استمرار المنتخب المغربي في فرض سيطرته على المباراة، واستمروا في تقديم عروض فنية رائعة. وفي نهاية المطاف انتهت المباراة بفوز ساحق للمنتخب المغربي. لم يكن هذا الانتصار مجرد فوز رياضي، بل كانت عبارة عن تحفيز قوي لفريق الأسود الذي أثبت جدارته واستعداده لتحقيق الإنجازات في هذا الحدث الكبير. رغم أن الطريق إلى اللقب لا يزال طويلا، إلا أن أداء أسود الأطلس في أول مباراة في دور المجموعات يبشر بمستقبل واعد وإمكانيات كبيرة للفوز باللقب إن شاء الله. تبقى عيون المشجع المتوقعة للمزيد من الإثارة والأداء الرائع في رحلة المنتخب المغربي نحو التتويج بلقب كأس أفريقيا. ويواجه المغرب الكونغو الديمقراطية في مباراته الثانية يوم 21 يناير على الساعة 4 عصرا، وتضم المجموعة السادسة كل من المغرب وتنزانيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية. نشكركم على حسن المتابعة، نرجو دعمكم بالاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات.